القصه ديالي كان عندي مشروع عامين وانا خدام عليه وانا كنضرب عليه تماره، وهذا المشروع فاشل. وهو باش عرفت فيه التخت ديال كيفاش انه اصعب حاجه. زعما شي واحد اللي نجح في المغرب راه تنقول له برافو، راه تنقول له راه انت واعر. الا نجح على برا ولا شي حاجه تنقول له برافو. فهمتي كيفاش؟ يعني صعيب بزاف تنجح في المغرب، صح صعيب، خصو يكون عندك ديال النحاس. دابا انا فشل لي هذاك المشروع، صافي ساليت منه، جاني واحد الاكتئاب 3 شهور. هذاك 3 شهور وانا مكتئب، ولات كلشي دوكا، نفخت وكناكل بزاف وما كنخرجش وما كندير والو. اش درت؟ سافرت من المغرب لبالي. بالي راه بحال بغيتي تقول واحد الجنه ديال سبحان الله، الجنه فوق الارض. هذيك بالي صافي بقيت فيها تقريبا واحد شهر ونص. هذيك شهر ونص مني رجعت المغرب كانت عندي طويني بيله، بعتها، هي اللي كانت عندي، هي الوحيده. بعت كل شيء، بعت حتى شي اي حاجه، بعتها اي حاجه بحال ما عرفتش ندير مع دي والو. صافي راه طويني بيله اللي عندي صراحه، وبعتها بنص الثمن. صافي وانا نجي لاسيا من تما، وانا دابا عامين انا هنايا. هذه هي القصه ديالي. وهاد العامين وانا هنايا كل مره تنقول خصني نرجع المغرب، وما رجعتش. ديما تنقول نرجع، شنو ما عرفتش توحشت الدار وتوحشت العائله، وديما كنعيط ليهم تنسول فيهم. ولكن اخويا حيت مني رجعت في ديك الوقيته باش نبيع كل شيء، باش صافي ما رجعتش باش نبيع، رجعت غير باش صافي رجعت باش نرجع للمغرب. ولكن بقات عندي واحد المشكله ديال المقارنه. اي حاجه تطرى لي تمايا في هذيك الشهرين اللي بقيت فيها في المغرب تنقارنها بهذا الشيء اللي طرا لي في بالي وفي اسيا. كنقارن اي حاجه كنلقى واحد الفرق كبير جدا لدرجه ما بقيتش مستحمل، ما بقاتش عندي ديك انا قادر انني نعيش تمايا. سيرتو في كازا دابا انا كون غير كنت مستقر في شي بلاصه اخرى من غير كازا كانت ممكن تكون افضل. كازا صعيب العيش فيها. ايوا صافي وانا نجي من تما وانا هنايا. وهذه هي القصه ديالي بكل بساطه. صافي انا غادي نسكت، ما بقيتش غادي نهضر. هكا فمي صافي سكات. اش داني انا نهضر ولا نقول شي حاجه يبداو يخلعونا في الحبس؟ انا راه كنت تخلع من الحبس اصاحبي، انا راه نسمع الحبس نبدا نقفقف. هذاك صحابني انا ترى ما واعر ما والو. انا جاي نعيش هنايا واحد 70 عام مقوده نستق فيها غادي شي نهار واحد في الحبس خليني ساكت. طب بغات تقاد شي حاجه تقاد، ما تقادش، راه دابا تقاد من هنا لقدام، وهذا الشيء اللي كاين. اش بان لكم؟ لا كنخاف. انا عندي الوالده، انا ما باغي لا ندخل لا الحبس لا والو. عندي الوالده صاحبي مريض. انا اخر مره عيطت له وهضرت معاه راه تنبكي بالدموع. انا تنبكي بالدموع. انا راه باغي نرجع للمغرب، ما باغي لا حبس. هذاك يبدو لا هذاك غنوصل يلقموني. لا خوكم انا حبيبكم انا الله يرحم بال الوالدين. ديروا علاش غتشدوني غتبقاو توكلوني وتشربوني من فلوس الضرائب؟ علاش؟ واي انا خويا المغرب صرفقني واحد التصرفيقه، دار لي واحد الصليه، قال لي اتفق لامك هكا بهذه الطريقه هذه. انا كنت وتا دابا باقي محب الوطن، هذا الشيء كبرنا به. انا لحد الان كنبغي بلادي وانا اكثر. دابا مثلا مسافر اكثر حاجه كيسولوا عليها هي وير ار يو فروم، من اين انت؟ ديما مروكو. تنقول يا ربي يكونوا سامعين على مروكو شي حاجه مزيانه، ويا ربي الا تلاقاو من قبل مع شي مغربي يكون خلى بلاصتو زوينه باش هكا. وكنحبوا المغرب. ولكن اخويا مني عيطوا لي وقالوا لي رباك راه ديناه الميريزكو، حيت انا الصحه كنت كنقول مثلا وشوفوا الكاس العامر ما تشوفوش الخاوي. ايوا هذيك الخاويه ويدير لي شوف التنوض. من عيطوا لي كنت في الرباط. اسمع القصه، كنت في الرباط قالوا لي يا رباك الزينات ديناه الميريزكو. درت الطوموبيل غادي كنجري معيط كيشدوني الجندارم كنخلص سميتو باغي غير نوصل. وصلت عساس على الباب. دابا انا مع وصلت باغي ندخل، انا بهذيك التنرفيزه وسميتو باغي ندخل. تخيل العساس كيشدك على الباب. واحد العساس راه واحد الدريري مديرينو مقلدم بحال هكا، وعنده واحد السكاتريسه كبيره بحال هكا تيخلع. يا ربي السلامه. ميريزكو صاحبي كامل تيخلع. هذاك سميتو. دابا انا قال ها هو الوالد راه داخل، انا جالس كنتسنى بحال هكا ياك، وكنسمع كل 3 دقائق 4 دقائق كنسمع البكا وواحد كيموت. وكل مره تنقول يا ربي ماشي هو با، تخيل هاد اللقطه هذه.
شويه كتخرج عندي الوالده، كيخرج عندي الوالد، هذاك السميه هذاك العساس تشانقت معاه انايا، تشانقت معاه، تراعفت انا وياه. علاش؟ باش ندخل. يقدر يكون عندي غلط، غير هو خصكم تعذروني. انا الوالد راه هو مم عينيا، راه هو كلشي. ايوا في الاخر مني عرفتي شحال بكيت داك الليله، داك النهار، هذاك النهار ديال الجحيم، نهار ديال الجحيم. والوالد مريض بالصدر وما كاين لا اكسجين. قالوا لي سيروا جيبوا الاكسجين. زيد مشينا جبنا الاكسجين. في الاخر دخلت عنده واحد الباياس واحد الباياس كي داير، واحد الحاله كي داير، واحد الطواليط كي داير، واحد فو على سميتو. وماشي غير هادي، راحت الوالد مني غساله ميريزكو ردوه، خصني نديه لبنو رشد على الباب. والله لا دخلتي يالله. وجاب الله، شوف دابا انا جاب الله كيعيطوا لك بعض النوامر اللي تيقول لك شوف راه غادي نتكلفوا، ولكن راه ماشي غير انا اللي كاين في هذا العالم. الا كان انا خاصني نمره، هي كتفرح كتقول صافي راه واقف معنا فلان. ولكن راه كاين 70,000 واحد ما عندهمش فلان اللي غادي يوقف معاهم. راه كاين 70,000 واحد ما عندهمش هذيك النمره اللي انا سميتو. اخوان انا راه ما باغيش ندخل الحبس، هذا كيحسب لكم انا راه كندير فيها صعصاع وكنهضر زعما وشجاع والجرأه، ما كاين والو. انا راه عقوبتي بلادي باش تعرفوا. وثاني حاجه كنتوجع اخويا، كنتوجع في الصفحه ديالي، ضراني شي لعيبات تنقولهم صافي، باغي حتى حاجه، باغي نخوي. اللي داز عليا والله حتى بزاف، وحق الله الا بزاف. وزيدون انا ما باغي نوصل لا رساله لا والو، انا كنتوجع كما قالت ديك الدريه، من حقي نتوجع في الصفحه ديالي. انا خويا تخورت واحد التخويره، الشيء مني باقي بعقلي وما لحتش حوايجي ودعت في الزناقي، راني بخير، راه الحمد لله، نحمد سيدي ربي ونشكرو. تزرفت واحد الزريفه قداش زرفوني. عرفتي شكون زرفوني؟ هذوك اللي كيهضروا على المقاوله، خصك تولي مقاول، تولي رجل الاعمال وغدير الفلوس، والعبوديه ما تكونش عبد، فهمتي؟ ايوا سيدي كانت حارقاني واحد 20 مليون، جامعه حياتي كامله وانا كنخبط. جمعنا 21 مليون، حرقتني. عندي جوج لعيبات، نشري بارطمون وانا ضد البارطمون كاع، يمكن ما داخلاش ليا الفكره انني نمشي نشري بارطمون. اش قلت غادي ندير مشروع، وغادي بقيت كنحلم غادي نولي ندير مشروع، غادي نولي باترون، غادي نوليو خدامين عند الناس، وغنولي السي مسرار، وتنلبس كرافاطه وكوستيم وندخل وعندي خدامه، فهمتي؟ بيزنس مان. ايوا بدينا. المشروع اللي طاح عليا هو كووركين. شنو هو كووركين؟ بلاتي تنشرحوا للمقدم ونشرحوا لكم نتوما، حتى غير عندي مع كريت واحد المحل قداش كبير، 2 مليون ونص باش كريت هذاك المحل، غادي ندير فيه كووركين. كيجي عندك المقدم، واش التقوليبه ديال المقدم والقيد اللي كيدير لك. المقدم كيجي عندك كيقول لك اش باغي دير، شرحت له القضيه وكذا قال لي صافي، عطيته 4000 ريال، وبويا بغيت يخليك في البدايه تبدا تصلح. شنو باغي نصلح انايا؟ باغي ندير غير القبيصه القبص، وباغي نصبغ صافي، ما باغي نبدل حتى شي حاجه. كيخليك حتى كدير. وهذا القبص هذا درت واحد الديكوراسيون، خصك دير ديكوراسيون زوينه. درت هذاك الديكوراسيون ويجي عندي القيد. دابا ولات القيد والمقدم، حيت جا عندك القيد كيسولك على الرخصه، والرخصه باش تاخذها كاين واحد المشاكل بزاف باش تاخذ الرخصه، سيرتو في المحل الكبير. خصك من غير هذوك اللوازم الصغيره، كاين واحد اللعيبه اللي كبير اللي تخسر فيها زبال ديال الفلوس. كاين البلون كاداسترال والبلون داميناجمون. البلون كاداسترال كتمشي كتخرجو تقريبا بشي 60 درهم كيخرج لك واحد الوريقه فيها البلون كاداسترال. البلون داميناجمون خصني نصاوبو. بشحال كيتصاوب؟ هوك ديال الفلوس. خصك تجيب واحد المهندس، وهذاك المهندس كيعبر المترو، يعني كيصاوب لك، كيحسب لك المترو. حسبت انا المحل كان فيه شي 350 مترو، جات تقريبا شي 2 مليون ونص غير ديال هذاك البلون داميناجمون. فهذاك القيد قلنا غادي ندوروا معاه باش نسلكوا. ودابا غير هذه ديال التدوير وهذه كتفشلاتني انا، يعني قلب ديالي انا داخل متحمس، انا باغي ندير شي حاجه في بلادي وباغي ندير كوركين، وكان الحلم ديالي كبير ان هذاك ماشي غير بدا بهذاك ليسباس، وندير فرع اخر ونتوسع في افريقيا وهذا. بارتو. دابا السؤال هو واش المشكل في الحكام ولا المشكل في الشعب في المجتمع المغربي؟ هذا سؤال لكم هو الاول، وانا غادي نعطي الراي ديالي. انا تنشوف المشكل هو مركب،
كومبوزي ما بين جوج ديال سميتو. حتى الا بغى انا نقول لك المجتمع فيه واحد المشكل كبير، وهو انه كيريزيستي، كيقاوم داك التغيير اللي باغيه الحاكم. بل الحاكم بعض المرات كيضطر انه خوفا على ان كل شيء يولي فوضى كيولي كيتماشى مع اشنو باغي المجتمع. وهذا الشيء طرا بزاف 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 بزاف. وحتى طلقتي اللعب للمجتمع، من تطلق اللعب للمجتمع اشنو بشاو اختاروا اسوء لعيبه، بشاو اختاروا الحكم الاسلامي والحياه. صافي حتى عدوا الحياه قال صافي هادو راه هما المزيانين. ولكن عاوتاني تقدر تقول نفس المشكل هو ما تلومش الخبزه، تلوم الخباز. يعني هذا التخلف اللي في المجتمع شكون اللي صنعوا النظام. هو هذاك الماكينه اللي ماكينه كتصنع التخلف. ولكن في نفس الوقت عاوتاني ملي كتبغي تصلح الماكينه كينوضوا لك هادوك ولا الاباء تيقول لك لا ما تبدلش. انا دابا التعليم بغينا نبدلوه. التعليم غالبا الاباء والامهات ما غاديش يبغيو، يقول لك لا. مثلا انا اعطيكم مثال، بغينا ندخلوا الموسيقى في المدرسه، تكون ماده ديال الموسيقى، غادي يبغي لك المجتمع المغربي؟ غاديش يبغي. مع العلم ان الموسيقى هي غذاء الروح، الموسيقى هي واحد الحاجه اللي تتخلي المجتمع كالمي وصافت وزوين وحنين وتيبغي الحياه. ومثلا عاوتاني المدونه ديال الاسره، سيدنا الله ينصرو قال راه كاين مشاكل في المجتمع في هذا الشيء، هذه المدونه هذه، وعطى الامر للناس اللي الفهميه يلاه صوبوا شي لعبه ولا تفاهموا بيناتكم ولا كذا. باقي لحد الان ما تفاهموش. دونك هو باغي التغيير، كاينه ريزيستونس من المجتمع، من داخل المجتمع، وداخل المجتمع فيها اغلبيه تتقول لا خلينا نبقاو كما هاك مزيان، حنا راه بخير هاك. لان فريد بغى يدير واحد الحاجه زوينه، بغى يحيد البناء العشوائي ويدير ديور مقادين مستفين ويحيد غابه ويدير حديقه. غينوضوا هادوك اللي ولفوا الغابه ولفوا ديك الفوضى ويقولوا له لا ما بغيناش هاد الشيء، بغينا حنايا هاد الفوضى اللي حنا باغيين. الا بغى عاوتاني يطبق القانون بحال اللي طرا غير في هذيك اللعيبه ديال الماطر ديال الشينوا، بغى يقاد، بغى قانون يمشي على الجميع كاع الماطر يمشيو بحال ما هكا. مشى داك الشيء ما مشاش. علاش؟ الاخرين قال لك احنا لقى كل شيء كاع الفوضى كامله معممه، غادي يطرا مشكل كبير باش طبق واحد القانون. فهمتوا القالب ولا ما فهمتوش؟ خليونا محليا. مثلا عندي انا واحد الرقعه، انا هو حاكم ديال واحد الرقعه، جيت درت واحد الحديقه هنايا، قلت انا هاد الناس اللي ساكنين هنايا انا فرحان ليهم، بغيت ندير لهم واحد الحديقه، وضربت تماره وصوبت وقديت وسميتو صوبنا واحد الحديقه. الغد ليه البالي تهرسوا، كراسه بداو كيتهرسوا، جا واحد مشى تيبول تمايا، غنولي انا نقول انا غادي نضرب تماره على واحد النوع ديال الناس اللي ما سميتو. راه واخا يكون غير واحد، راه هذيك الهضره ديال راه غير واحد راه تيخسر كل شيء. هذاك الواحد ما خصوش يكون. وعاوتاني هذاك الواحد شكون اللي صوبه؟ فمثلا الفكره ديال واش طلقوها العلاقات الرضائيه، واش صافي حيدوا طلقوا اللعب هذه. الا جا الحاكم عنده ترباح الا بقى هذاك القانون. ولكن الا جا يحيدوا اجا ما يحيدوا غينوضوا لك يقول لك ولا وهذه وكذا وكذا، مع العلم ان كل رباح الا ولات العلاقات الرضائيه راه في العالم كامل كاينين. والحاصل شي حنا مثلا يحيدوا هذه الحكومه، يحيدوا النظام، يحيدوا كل شيء، يجيو الحكام ديال فرنسا يحكمونا ياك. وهادشي راه طرا، راه كانوا حاكمين فرنسيس وحنا جرينا عليهم. ف مشكل اخويا، مشكل مركب مع هادشي اللي غادي نقول انا. ما غاديش تقدر تقول مشكل ها هو مشكل شي مع شي، وهادشي اللي كاين. وشنو بان لكم نتوما؟ انا القصه ديالي كان عندي مشروع عامين وانا خدام عليه وانا كنضرب عليه تماره، وهذا المشروع فاشل. وهو باش عرفت فيه التخت ديال كيفاش انه اصعب حاجه. زعما شي واحد اللي نجح في المغرب راه تنقول له برافو، راه تنقول له راه انت واعر. الا نجح على برا ولا شي حاجه تنقول له برافو. فهمتي كيفاش؟ يعني صعيب بزاف تنجح في المغرب، صح صعيب، خصو يكون عندك ديال النحاس. دابا انا فشل ليا داك المشروع، صافي ساليت منه، جاني واحد الاكتئاب 3 شهور. هذاك 3 شهور وانا مكتئب، ولات كلشي قد هكا، نفخت وكناكل بزاف وما كنخرجش وما كندير والو. اش درت؟ سافرت من المغرب البالي راه بحال بغيتي تقول واحد الجنه ديال سبحان الله، الجنه فوق الارض. هذيك بالي صافي بقيت فيها تقريبا واحد شهر ونص. هذيك شهر ونص مني رجعت للمغرب كانت عندي طويني بيله، بعتها، هي اللي كانت عندي، هي الوحيده. بعت كل شيء، بعت حتى شي اي حاجه بعتها، اي حاجه بحال ما عرفتش ندير ما عندي والو. صافي راه طويني بيله هي اللي عندي صراحه، وبعتها بنص الثمن. صافي وانا نجي لاسيا من تما وانا دابا عامين
انا هنايا، هذه هي القصه ديالي. وهاد العامين وانا هنايا كل مره تنقول خصني نرجع للمغرب، خصني نرجع للمغرب، خصني نرجع للمغرب، وما رجعتش. ديما تنقول نرجع شنو، ما عرفتش توحشت الدار وتوحشت العائله، وديما كنعيط ليهم تنسول فيهم. ولكن اخويا حيت مني رجعت في ديك الوقيته، باش نبيع كل شيء، باش صافي ما رجعتش باش نبيع، رجعت غير باش صافي، رجعت باش نرجع للمغرب. ولكن بقات عندي واحد المشكله ديال المقارنه. اي حاجه تطرى لي تمايا في هذيك الشهرين اللي بقيت فيها في المغرب تنقارنها بهذا الشيء اللي طرا لي في بالي وفي اسيا. كنقارن اي حاجه كنلقى واحد الفرق كبير جدا، كبير جدا، لدرجه ما بقيتش مستحمل، ما بقاتش عندي ديك انا قادر انني نعيش تمايا. سيرتو في كازا دابا انا كون غير كنت مستقر في شي بلاصه اخرى من غير كازا كانت ممكن تكون افضل. كازا صعيب العيش فيها. ايوا صافي وانا نجي من تما وانا هنايا، وهذه هي القصه ديالي بكل بساطه. هذه رساله لجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو. سيدنا راه تنحبوك وتنموتوا عليك، وبلا بيك انت راه ما كاين والو، راه انت راك تاج فوق راسنا. عندك 3 ديال الوزارات السياديه كلهم غاديين مزيان. وزاره الخارجيه راه حنا فرقعنا الصبليون ودرنا معاه فرنسا، ضغطنا عليها، والصحراء المغربيه غاده مزيان وداك الشيء. وزاره ديال الداخليه كاين الامن والامان وغاده مزيان. وزاره الاوقاف غاده مزيان. اش خاص؟ وزاره التعليم. وزاره التعليم راه خاصها هي تكون وزاره سياديه. احنا ما بغيناهاش. انا تنقول ما بغيتهاش ديال الوزاره تابعه الحكومه ما عندها ما دير في الوزاره ديال التعليم، ما عندها ما دير، لان التعليم باش يعطي المفعول ديالو خاصو 20 عام باش نشوفوا واش النتائج ديالو واش مزيانه ولا ما مزياناش. الحكومه شحال عندها 5 سنين باش نعرفوا النتائج ديالها. مشات الحكومه ومشاو الوزراء ومشاو داكشي، شكون بقى سيدنا ولا ولدو. فالتعليم هو اللي كيعطيك داكشي، كيزين لك كاع دوك الوزارات كاملين، وكيقاد لك الامور كلها. داكشي علاش بغينا نتوما جلالتكم ملي تحطوا يديكم في شي حاجه كلها كتيسر، كلها كتمشي مزيان. انا تنقول الا خديتوا التعليم، وانا عندي خطه ديال التعليم عندي خطه ديالو منهجيه كيفاش يكون. كاين بزاف ديال المشاكل، والخطه شنو هي غادي نشوفوا الدول الكبار اللي عندهم كيخرجوا بحال كنشوفوا المصنع ديال التعليم في الدول اللي عندهم تعليم واعر، كنشدوهم وكنختاروا احسن فيهم وكنجيبوه كنطبقوه كنفرضوه. انا عارف الا جينا درنا هذه القضيه هذه الشعب المغربي ما غاديش يبغي، خصو يتفرض هذه اللعيبه هذا الخطه هذه خصها تفرض هكا بزز. اشنو المشكل دابا؟ مثلا انا نقول لك قرينا الفاعل المفعول به والمفعول المطلق مفعول المطلق. هادشي هذا وحنا باقيين صغار واخا كنحافظوا شي لعيبات حنا ما عارفينهمش شنو تيعني خاصك كتقراو شي لعيبات ما خصهمش يتقراو كاع نهائيا. كنعمروا بهم ريوسنا راه ماشي كارطون، ماشي واحد الوعاء بحال ما خصك تعمر فيه راه ماشي هكاك. ما علينا. كانوا كتقرينا مثلا عندنا التربيه الاسلاميه وعندنا التربيه التشكيليه. دابا التربيه التشكيليه كيجيك كيقول لك رسم لي صوره ديال شي شخص ولا شي لعيبه، كتمشي التربيه الاسلاميه تيقول لك لا سميتو حرام خصك دير، كيقول لك الصور حرام. كتقول لي راه هي التصويره ديال الملك معلقه الاستاذ، تيقول لك لا هذيك ديال الاخرى. كيقول لك الموسيقى حرام، يا موسيقى حرام. ومع الصباح الله فايق معمش كتمشي للمدرسه كدير النشيد الوطني. اش فيه الموسيقى. كيفاش بغيتي بنادم ما يطلعش سكيزوفرين بحال ما هكا بهذه الطريقه هذه؟ كيفاش بغيتي يطلع كيسمع واحد الحاجه تقول ليه لا وحاجه تقول له ايه وهذه وكذا راه التعليم هذا راه هو اللي تيعطينا هو المنتوج. ما كنلوموش البرودوي، كنقولوا مالو خاسر. كنشوفوا المصنع هذيك لاشين اللي غادا فيها تنشوفوها تنقولها ايوا راه كاين مشكل في هاد الماكينه كلها. والله ينصر سيدنا وصافي. عافاكم. هاد الناس هادو ماشي هرقاوه، وماشي اي واحد باغي يحرق الاوروبا راه هرقاوي، وراه دار لينا الشوهه ما كدارش، الشوهه كتبان. وهادو كلهم تيحبوا بلادهم واخرتهم بلادهم، حيت هما هاد الناس هادو بالضبط منين تيمشيو وتيسهل عليهم سيد ربي وتيحرقوا
وتيديروا وريقات وتيخدموا وتيديروا مستقبل، تيوليو سميتهم تنوليو نسميهم احقا مغاربه العالم. اي يا سيدي، وتنكبروا بهم وتنسميوهم الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وتنديروا لهم عمليه مرحبا وتراريو بهم. علاش؟ حيت تيدخلوا لينا الدوفيز وتيوليو تيدخلوا للمغرب تحويلات بالدولار، ما تيدخلهمش الفوسفات المغربي. فالاقتصاد المغربي كيتنفس من التحويلات ديال المغاربه اللي مشاو حرقوا. 122 مليار ديال الدرهم من العمله الصعبه ومن الاورو كل عام تدخل للمغرب بارده، وهي باش مكالي المغرب الدرهم لا يغرق. راه الفوسفات كامل في المغرب ويلا كيدخل 99 مليار ديال الدرهم وماشي كل رباح. هذيك الساعه هاد الحراق هذا ملي تيولي يدخل يصيفط الاورو للمغرب ما تيبقاش هرقاوي، تيولي ديك الساعه مغاربه العالم. حكيمي اللي كنفتخروا به باه ومو حرقوا الصبليون في اواخر الثمانينات، وفي البدايه كانوا بلا اوراق استقروا في خطافي، وباه خدم بائع متجول، امو خدمات في الديور في اسبانيا. وماشي غير حكيمي، كاين بزاف ديال السميات اللي مشاو بعيد اجا ما نحسبهم. فالسؤال هو ماشي علاش هربوا، السؤال هو علاش المغربي خاصو باش تولي عنده واحد القيمه اقتصاديه خاصو تا يمشي لبرا. وانا ما كنشجعش على الهجره السريه وما تنرسمش ليك واحد العالم مثالي غادي يكون لهيه، حيت كل وزهروا كل واش قسم ليه الله في الدنيا هذه، وكل وزهروا في هذه الحياه سواء في المغرب ولا خارج المغرب. غير هو راه كاين مشكل كبير. وشتي نهار هذاك الصبع غادي ندوروه لينا حنا ونقولوا باللي راه حنا واقيلا المشكل فينا حنا، ونحيدوا ديك المؤامره وراه حنا مستهدفين وراه بغاو يديروا فينا هذا الشيء. ديك الساعه غادي نزيدوا لقدام، وراه حتى مغربي ما باغي يشوه المغرب.